مساء الخير عليكم، اهلا بيكم معانا في تسليم جديد وتشطيب جديد من شركة السويفي. تعالوا نشوف عملنا ايه في النظام الكلاسيك. طبعا النظام الكلاسيك هادي جدا ومفيهوش اي حاجة بالنسبة للشغل، يعني حاجات بسيطة بس بالاخر بتدي هدوء علشان خاطر التكاليف كمان ما تزيدش معانا. زي ما حضراتكم شايفين احنا دايما بنعمل شغل هادي جدا وبسيط، بحيث يكون مفيش تكليف كتير وفي نفس الوقت بيطلع شيك ويمشي مع الذوق اللي احنا ماشيين عليه. طبعا العميل هنا كان طالب ان هو يكون تشطيب كلاسيك، فعملنا الكلاسيك بمنتهى الهدوء كده زي ما حضراتكم شايفين. الفيوتك وورق الحائط زي ما حضراتكم شايفين، والمكتبه بتاعه التلفزيون، وكمان عملنا التدعيمات بتاعتها علشان خاطر لما يكون التلفزيون يتحط فيه القعده بتاعته. عملنا بالنسبه للسقف عملنا الCNC وعملناه يعني زونين بس كده مختلفين عشان خاطر هنا لو في هنا سفره وهنا الانتريه. وكمان النجف زي ما حضراتكم شايفين جبناه برضو بالكلاسيك. كل الدنيا بتاعه الشقه كلها بتبقى ماشيه على النظام الكلاسيك. عملنا صرف التكييف برضو الفريون بتاع التكييف علشان خاطر لما يجي يركب التكييف يبقى في نص الريسبشن، سواء كان هيجيب 3 حصان او اكتر. عملنا توزيعات الكهرباء كلها زي ما حضراتكم شايفين بمنتهى الهدوء والشياكه علشان خاطر الشقه تطلع في الاخر هاديه وظريفه. عندنا الدهانات والبيبان زي ما حضراتكم شايفين. الدهانات دي البيبان زي ما بنجيبها من المصنع، وعملنا اللون الفستقي ده شكله شيك جدا وماشي مع الفانيليا لاتيه اللي احنا عاملينه بالنسبه للون اللي احنا شغالين عليه. والباب المصفح برضو كمان نفس الكلام بنفس البني علشان خاطر كل الديكور في الاخر يطلع منسق وشكله جميل. احنا عندنا هنا الحمام الضيوف زي ما حضراتكم شايفين كده. حمام الضيوف برضو شيك وشكله ظريف، وديكور بتاعه هادي جدا بالمرايه بالحوض بالقعده الحوض الركبه كل ده. عندنا الطرقه بتاعه الغرف زي ما حضراتكم شايفين. الطرقه عندنا كانت طويله فقسمناها جزئين وعملنا زي ما حضراتكم شايفين كده الCNC فيها، فده شكل برضو شيك. والاضاءات الورم مع اللون بصراحه حاجه تحفه. الوان البيبان زي ما قلنا كل حاجه ماشيه مع بعضها. تعالوا نشوف الحمام بتاعنا، وانتوا عارفين ان احنا بنعمل حمامات دايما مختلفه. بصوا بقى الحمام الكلاسيك شكله عامل ازاي. انا بصراحه يعني حابب الحمام ده، شكله لونه بشكل ظريف جدا وشيك جدا. الاسود في ابيض مع الاكسسوارات المذهبه. كل الاكسسوارات زي ما شايفين حضراتكم. القعده السوفت كلوز زي ما حضراتكم شايفين كده. كل الكلام ده والذهبي والاكسسوارات حتى الشطاف الخلاطات كلها كله ده بيمشي مع الكلاسيك. وشكل الحمام كمان بقى ماشي معانا باللون الكلاسيك. نسيت كمان معاش اقول لكم على الشاور برضو. بصوا الشاور برضو باللون المذهب زي ما حضراتكم شايفين. كل التفاصيل بتاعه الحمام ماشيه مع الابيض والاسود والذهبي. بصراحة الحمام شكله تحفة جدا مع طبعا توزيعات السخان والشفاط وكل حاجة منسقة بطريقة شيك جميلة. تعالوا كمان اوريكم المطبخ هنا كان كويس جدا برضو، مساحته جميله. بصوا السقف بتاع المطبخ والاضاءه، دايما بنعمل الاضاءه بتاعه المطبخ عاليه زي ما انتم عارفين عشان خاطر ست البيت لما يكون موجوده في المطبخ بيبقى مريح جدا ليها. الالوان بتاعه المطبخ مش لازم احنا نجيب حاجات كتير بالنسبه للسيراميك غالي او كده، ممكن نوفر شويه في السيراميك بتاع المطبخ لان كده بيبقى فيه الوحدات الخشب على السيراميك، ما بتبينش السيراميك ان كان غالي او رخيص الصراحه. يعني كل ما انت بتوفر في بند المطبخ يعني بيوفر معاك لان بيتغطى بالالموتان. عندنا كمان هنا الغرف زي ما حضراتكم شايفين. كل الغرف بتاعتنا هاديه جدا وظريفه ومفيش اي ديكورات. قلنا قبل كده ان احنا ديكوراتنا بتعتمد على الفرش. وعندنا هنا الالموتين، هنا عملنا هنا المفصلي بالشكل ده علشان خاطر برضو بيبقى شكله حلو كده. والسلك بتاعنا علشان خاطر لو حد حب يفتح وفي تهويه او غيره بيبقى
مفصلي زي ما انتم حضراتكم شايفين كده بالشياكه دي والجمال، عشان احنا برضو على شارع ممكن الاصوات والكلام ده كله. تعالوا نشوف الغرف كمان التانيه، هي قريبه من نفس الغرف اللي انتم شايفينها بالظبط. تعالوا كده، ادي هنا كده الغرفه زي ما حضراتكم شايفين، نفس الهدوء بالسيراميك ال 60 في 60، التجزيعه بتاعه الرخام كله بصراحه، كشافات الطوارئ زي ما حضراتكم شايفين في كل مكان، بحيث لو الكهرباء قطعت ولا حاجه الكشافات دي بتنور اوتوماتيك لوحدها. كل حاجة في الشقة بصراحة منسقة وشكلها جميل. عندنا هنا الغرفة، غرفة النوم برضو نفس النظام ونفس الكلام، وبنعتمد قلنا على العفش وديكورات العفش، انما الاسقف زي ما حضراتكم شايفين هادية جدا وظريفة ولذيذة، شبابيك كلها فاميه باللون البيج علشان خاطر يمشي مع الفانيليا لاتيه اللي احنا عاملينه في الشقة كلها. بصراحة الشقة كلها هدوء وشياكة وبأقل التكاليف اللي انت يعني ممكن توفر فيها، وفي نفس الوقت شقة هادية جدا ومفيش اي شغل جديد، بس في لمسات معينة بتبين معاك الوضوح وبتبين معاك الشياكة بتاعت. شوف المفاتيح بتاعت الصالة يعني كلها، كل التوزيعات المفاتيح هنا، الجرس كل تفصيله موجوده برسم وبالديزاين، وجبنا الفيوتك وعملناها حوالين المربع ده. يعني لوحه المفاتيح بتاعتنا زي ما بنعمل في كل لوائح المفاتيح كلها، عندنا 18 خط هنا للشقه دي، وعندنا توزيعات الكهرباء. الشقه بصوا حضراتكم بمنتهى الشياكه والجمال، النجف عجبني جدا، يعني احنا اخترناه ماشي مع الديزاين الكلاسيك. وانا بصراحه عن نفسي انا بحب النظام الكلاسيك ده، بيكون هادي وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيه مصاريف كتير. وفي نهايه الفيديو انا بشكر كل الناس اللي بتشتغل معانا، وكل الصناعيه والمهندسين، وحتى الناس اللي شغالين معانا في الرد على استفساراتكم. وفي النهايه بشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.